يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية. انا هنا بعمل ايه؟ بعمل خلطة حلوة جدا. الخلطة دي عايزة اقولك بجد تحفة. انا ما جبتهاش بقى مني لنفسي، لا، بصراحة انا بشتكي لصاحبتي وحبيبتي عن تساقط شعري، فقسمت لي بالله انها عملت الخلطة ديت وجابت نتيجة حلوة قوي. تعالوا بقى نعمل مع بعض الخلطة الحلوة دي علشان تساقط شعرنا. هنجيب بقى ايه؟ هنجيب كوبايتين كبار مية عاديين جدا من الايه، من الحنفية. تمام تمام، زي ما انتم شايفين كده، مجين كبار او كوبايتين كبار، زي ما تحب يعني الموجود عندك، بس يكونوا كوبايات من الايه، من الحجم الكبير. وبعدين هعمل ايه في المية ديت؟ هحط عليها كذا مكون. المكون دوت بجد بجد يعني ان شاء الله هي ايه، هي هيوقف تماما تساقط شعرك. وهقولك الطريقة ازاي. هنا بقى حطينا في المية بتاعتنا ايه؟ معلقة من الروزماري. هتجيبيه من عند العطار. مش غالي على فكرة، ممكن تجيبيه لحد كمان 5 جنيه، مش لازم يعني تروحي تجيبي كمية كبيرة. وكذلك كمان نحط ايه؟ حوالي 4 من ايه، من حبات الايه، حبات القرنفل. وكمان معلقة من حبة البركة. واربعة خمسة كده من ورق اللورة. وبس كده، بس كده. هنقول تاني المكونات بتاعتنا: عبارة عن معلقة من الروزماري، معلقة من حبة البركة، 4 أو 5 حبايات من القرنفل، و4 5 كده من ايه، من ورق الايه، اللورة بتاعتنا. هنعمل ايه بقى في الخلطة ديت؟ هنحطها على البوتاجاز ونخليها حوالي 5 دقايق. هي زي ما بيقولوا كده غلوتين اتنين فقط لا غير. زي ما انتوا شايفين كده، هي انا خلاص غليتها وسبتها تهدى لان طبعا سخنة جدا. وبعد ما تهدى بقى معايا خالص هصفيها. مش هعمل اكتر من كده. اصفيها باي مصفى كده عندي، وبعدين احطها في البخاخة اللي انتوا شايفينها ديت. وتبخوا بقى عليها على شعركم. انا طبعا البخاخة جديدة فكنت بتأكد بشوفها سليمة ولا لا. تمام تمام. بصوا بقى الخلطة الحلوة دي هتعمل ايه؟ مش هتخليلك شعرك يتساقط ابدا.